بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة على كيف تعرفين يوم التبويض في دورتك الشهرية. دورة الحيض عند السيدات هي سلسلة من التغيرات الجسدية الشهرية التي يمر بها جسم المرأة، وذلك للإعداد للحمل. فتحتسب مدة هذه الدورة من أول يوم في هذه الدورة إلى أول يوم في الدورة التالية، وتختلف مدتها من امرأة لأخرى. وقد تحدث دورة الحيض الطبيعية كل فترة ما بين 21 ل 35 يوم، وتستمر من يومين ل7 أيام. ما هي مراحل هذه الدورة الشهرية؟ دورة الحيض هي 4 مراحل. أول حاجة مرحلة الحيض أو الوحدة، دي عندما لا تخصب البويضة الناتجة من الدورة السابقة، فتنخفض مستويات الهرمونات زي هرمون الاستروجين، فتسقط بطانة الرحم السميكة، فيحدث الحيض، وبيستمر من 2 ل7 أيام. المرحلة اللي بعد كده هي المرحلة الجريبية أو التكاثرية، ودي بتبدأ من أول يوم في دورة الحيض، وبتقعد من 10 ل 16 يوم. دي بيتفرز هرمون اسمه FSH من الغدة النخامية بتوجيه من الغدة تحت المهاد في الدماغ، فبيحفز المبيض لإنتاج جريبات صغيرة عبارة عن أكياس جواها بويضات من 15 ل 20 بويضة في المبيضين. بهذه بويضات الموجودة جوه الجريبات غير ناضجة، بتنضج واحدة من 15 ل 20 دول، واحدة بس اللي بتنضج وبتكبر. ثالث حاجة هي مرحلة التبويض نفسه. المرحلة دي إن بتفرز الغدة النخامية برضو هرمون اسمه LH، بيطلع بتوجيه من الغدة اللي تحت النهاد في الدماغ، فبيطلع يعمل على إطلاق البويضة الناضجة من الجريب ده إلى خارج المبيض إلى قناة فاللوب. دي بتبدأ التبويض ده بيبقى قبل الدورة التالية بأسبوعين أو 14 يوم. طبعا لما بيحصل ان البويضة بتطلع، بتقعد في أنبوبة فاللوب من 12 ل 24 ساعة، بتنتظر الحيوان المنوي يخصبها. الحيوان المنوي بيعيش من 3 ل 5 أيام، يعني لو في جماعة قبل كده ممكن يبقى في حيوانات منوية موجودة أصلا. طبعا لو حصل تخصيب بتتحول إلى بويضة ملقحة أو مخصبة، وبتمشي بعد كده بتروح لجدار الرحم عند البطانة بتاعته، بتزقها الأهداب بتاع قناة فاللوب، وبتقعد موجودة من 3 ل 5 أيام، بعدين تبدأ الانغراس في جدار بطانة الرحم. ولكن لو ما حصلش تخصيب للبويضة دي، بتتحلل بعد ال 24 ساعة وبتموت وبتختفي. المرحلة الرابعة بتاعتنا هي المرحلة الأصفرية، وعشان بيسموها إن الجريب اللي خرج منه البويضة ده بيتحول لحاجة اسمها الجسم الأصفر، وده لما يحصل حمل بيطلع هرمونات عشان يساعد على إن جدار بطانة الرحم يبقى سميك وينمو الجنين ويحصل انغراس كويس. لو ما حصلش اخصاب لهذه البويضة، الجسم الأصفر ده بيضمر وبيموت، وبعد كده الهرمونات تقل فتنزل الدورة. طب هنعرف ازاي التبويض؟ التبويض ده له أعراض وله علامات، وبنكتشف عنه بأبحاث وأشعات. هنتكلم الأول على أعراض التبويض اللي الست بتشتكي منها. تقول لك لو هي عندها ترمومتر ولا حاجة، إن ارتفاع في درجة الحرارة القاعدية أو الأساسية
عند الاستيقاظ صباحا قبل ما تعمل اي مجهود وقبل ما تشرب ولا اي حاجة، بيحصل ان يوم التبويض الحرارة بترتفع شرط من 5 شرط 7 شرط 8 شرط فجأة ترتفع، فبنعرف ان حصل تبويض. تاني حاجة بتقول ان الافرازات اللي بتنزل من المهبل بتبقى كتير وبقت سميكة شوية ولزجة زي بياض البيضة بالظبط. الافرازات دي بتساعد الحيوانات المنوية انها بتسبح في الجهاز التناسلي عشان تخش تعمل تلقيح للبويضة في الأنبوبة، وكمان بتسهل عملية الجماع. ثالث حاجة ان بيحصل تحس السيدة تقول لك في زيادة في الرغبة الجنسية عند اقتراب موعد التبويض، وبتصبح المرأة أكثر جاذبية. كمان بيبقى في حاجة اسمها البقع الدموية أو التبقع الدموي، عبارة عن السيدة بتشتكي بتقول إن بينزل عليها شوية إفرازات فيهم دم أحمر أو دم بني، وده في فترة التبويض، ده نتيجة إن الجدار الرحم بيبقى سميك فممكن ينزل دم خفيف. كمان ممكن تشتكي تقول لك في ألم بسيط في أسفل البطن، يعني ناحية اليمين أو ناحية الشمال على حسب مكان المبيض اللي طلع البويضة. بعد كده ساعات بتشتكي من انتفاخ في البطن نتيجة ان زيادة هرمونات الاستروجين بيزود انحباس السوائل في البطن في الجسم، فبيبقى في انتفاخ في البطن. كمان السيدة بتشعر بشعور متزايد بالشم، تقول لك انا شم الروائح كويس، بشعور زايد في تتذوق كويس، شعور جيد في الرؤية بتشوف كويس. كمان بتشتكي بحاجة اسمها حساسية الثدي، ان الرحم بقى طري في الرحم. دي الأعراض اللي السيدة بتشتكي منها. ايه العلامات بقى اللي الدكتور بيشوفها؟ مش ممكن يشوف الافرازات وبنلاقيها ان كميتها كبرت وبقت لزجة بحيث انها ممكن تمط في بين صوابعنا وما تقطعش وتبقى رايقة. طبعا ممكن لو معانا تشارت بنقيس درجة الحرارة هنشوف النوع ده. كمان التغيرات عنق الرحم بيكشف عليها، ممكن يحس بالتغيرات ان عنق الرحم اللي هي المنطقة بين الرحم وبين المهبل دي بترتفع وبتطلع لقدام وبتبقى طرية وبيتسع فم عنق الرحم. الحاجة الثالثة بقى التحاليل اللي بتتعمل عشان برضو نعرف التبويض. قلنا درجة الحرارة ممكن الست نعمل لها تشارت بتقيس الحرارة كل يوم الصبح وبتأيد وبنعرف التبويض حصل امتى. برضو الافرازات بنشوفها بتمط معانا او لا، وفي كمان اختبارات بنشوفها تحت الميكروسكوب. في كمان تحليل التبويض، وده جهاز الكشف على التبويض، وده جهاز اختبار التبويض المنزلي. ده شبه بالظبط جهاز تحليل الحمل، بس ده بيكشف عن هرمون ال LH الهرمون الملوتن، مش اللي هو الهيومن كرونوتروفين اللي هو بتاع الحمل. ده برضه بناخد العينة الصبح قبل السيدة ما تاكل صايمة، وعندنا من نوعين، في شرايط وفي نوع له حافظة نحط فيها البول، وبنحط الاثنين وبنشوف في خطين، في خط كنترول اللي هو كنترول، وفي خط تيست اللي هو يدينا او لا. لو طلع واحد بس اللي هو الكنترول يبقى ده سالب، لو طلع واحد اللي هو الكنترول غامق جدا والتاني اللي هو التيست خفيف ما بناخدش بيه، مش زي اختبار الحمل، لا ما بناخدش بيه، لازم يطلع عشان نقول ده اختبار موجب، يطلع الخطين غامقين. كمان ممكن نقيس هرمون البروجسترون في الدم في اليوم ال 22 من الدورة، يعني قبل الدورة ما تيجي ب8 أيام، برضه يبقى المستوى لو طلع المستوى ده عالي يبقى كان حصل تبويض. في حاجة كمان بنعمل موجات فوق صوتية مهبلية بنقيس بيها البويضة، وبنعرف البويضة طلعت ولا ما طلعتش بتتابع الأشعة موجات فوق الصوتية. فاحنا قلنا هنعرف معرفة يوم التبويض. يوم التبويض قلنا من الأعراض بتاعته، من العلامات بتاعته، من التحاليل اللي عملناها، من الأشعات، وكمان بنعملها على أساس لزيادة فرصة الحمل. السيدة بتعرف الحمل
على اساس تزود تعرف فترة الخصوبة ويحصل حمل. وكمان في ناس بيعرفوها عشان يعملوا وسائل منع الحمل الطبيعية اللي هي بتمتنع عن الجماع في هذه الايام. طبعا احنا بنقول الايام اللي بنقولها، ولكن عن طريق الحساب. لو احنا عملناها عن طريق الحساب غير عن طريق المخاط، غير عن طريق درجة الحرارة، غير عن طريق التبويض. التبويض برضو لما بنيجي نعمل الاختبار بنعمله قبل الميعاد المتوقع من 3 ل 5 ايام كل يوم الصبح عشان يطلع نعرف موجب او سالب. طبعا ما اجي اعمل الحساب بالحساب بنقول ان التبويض بيحصل 14 يوم قبل الدورة اللي جايه. يعني لو دورتها 28 يبقى هو يوم ال 14 من اول يوم في الدورة الحالية. لو كانت الدورة بتاعتها 35 يبقى التبويض هيحصل يوم 21 من اول الدورة الحالية. لو كان الدورة بتاعتها 21 يوم يبقى هنبقى يوم التبويض يوم 7 من اول يوم في الدورة الحالية. واحنا قلنا بنحسب دورة الحيض من اول يوم في الدورة لاول يوم في الدورة التالية. طبعا لما بنقول لها يوم التبويض بالظبط فاحنا ممكن نغلط في يوم او 2، فاحنا بنديها ميعاد قبل هذا الميعاد ب3 ايام. يعني لو قلنا مثلا يوم 14 اللي هو دورته 28 يوم، نقول لا من يوم 11 ليوم 14، لان الحيوان المنوي بيعيش من 3 ل 5 ايام، فلو حصل جماع قبلها يقدر يحصل حمل. هيطلب عدد مرات الجماع في هذه الفترة، بنقول يوميا في فترة التبويض، ولكن ما يزودش مرتين او حاجة في اليوم عشان ما يقللش عدد الحيوانات المنوية ويخليها غير كافية لإخصاب البويضة. وشكرا.